عزيزتي مريضة البطانة المهاجرة، الفيديو ده موجه لحضرتك بمجموعة من النصايح أتمنى إن حضرتك تفهميها كويس. صدقيني أنا أكتر واحد عارف معاناة مرضى البطانة المهاجرة، وعارف قد إيه الستات دول بيعانوا في حياتهم من أول دورة بتنزل لهم يمكن لحد ما ينتهي عندهم فرص الإخصاب تماما. مهم قوي لو حضرتك مريضة بطانة رحم مهاجرة ان احنا نبقى عارفين احنا في انهي درجة بالظبط من البطانة المهاجرة. ودرجات بطانة الرحم المهاجرة 4 درجات، وكل درجة فيهم ليها طريقتها في العلاج. النصيحة التانية لازم نكون محددين احنا هنعمل ايه او احنا عاوزين ايه الفترة اللي جاية، لان علاج الألم الشديد اللي حضرتك بتعاني بيه بيبقى في اتجاه منفصل تماما عن علاج الحمل اللي احنا بنبقى عايزين نسعى له بشكل سريع قبل ما تقل فرص الخصوبة عند حضرتك. الحاجة الثالثة العمليات الكتيرة وفتح البطن والمناظير البطن لاستئصال أكياس الشوكولاتية أو أكياس بطانة الرحم المهاجرة الغير ضرورية. هذه العمليات قد تؤدي إلى تحول حضرتك من الحالة البسيطة إلى الحالة المتوسطة أو الحالة الشديدة. علشان كده إحنا لازم ناخد قرار استئصال الأكياس ده بتريث شديد. وأنا من المدرسة اللي ما بحبش إن أنا أتدخل جراحيا في حالة بطانة رحم مهاجرة إلا في وقت الضرورة فقط، إلا لما ما يكونش قدامي فعلا أي حل إلا التدخل الجراحي لاستئصال الأكياس الشوكولاتية. النصيحة الرابعة السعي تماما وراء حدوث الحمل من أول لحظة أعرف فيها إن أنا عندي بطانة رحم مهاجرة، بمعنى إن أنا ما استناش ما تأخرش. مش لازم يكون الحمل عن طريق الحقن المجهري، مش لازم يكون الحمل عن طريق وسائل مساعدة الإنجاب، بس مهم قوي إن الحمل يتم بشكل سريع، علشان في نسبة كبيرة من حالات بطانة الرحم المهاجرة بيحدث عندها تأثر للمبيض وبيحدث عندها انخفاض في مخزون المبيض بشكل غير مفهوم علميا.